عبادة من أعظم العبادات، وصفة من أجل الصفات التي يتصف بها العبد المؤمن، ألا وهي عبادة وصفة التوكل على الله تعالى. أن يعيش العبد معتمدا على ربه، مفوضا أمره إلى سيده ومولاه، لا يخطو خطوة ولا يتحرك حركة ولا يسافر سفرا قريبا أو بعيدا، ولا يستيقظ ولا ينام إلا واعتماده على الله سبحانه وتعالى، يرجو منه الخير ويطلب منه دفع الضر. هذه العبادة العظيمة الناظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاسب نفسه ألا تتخلف أو ألا يتخلف عن ركب أهلها، عن ركب المتوكلين على الله تعالى، فإن عاقبتهم الخير وإن مآلهم إلى الجنة. التوكل على الله يجلب محبة الله تعالى. إذا اعتمدت على الله وفوضت أمرك إلى سيدك ومولاك فإن الله يحبك. قال الله تعالى في سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذا توكلت على الله أحبك الله. إذا توكل العبد على الله غفر الله ذنبه ورفع درجته ورزقه الرزق الكريم. قال الله تعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. التوكل على الله تعالى يجلب الله به المنافع